بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم مع الجديد في الغزل والنسيج، ومع خاطرة بسيطة لكنها مهمة في صناعة الغزل. بعد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوفوا إيه الخارطة الجميلة في صناعة الغزل. هتكلم شوية عن البولي استر. البولي استر ده في حاجة مهمة في صالة الغزل اسمها الكهربية الاستاتيكية. البوليستر أصلا من الخواص بتاعه اللي هو بيحمل كهربية استاتيكية عالية، وخاصة مع احتكاكه بالمعادن أو بالجلود. في مراحل الغزل كل عمليات الغزل معظمها احتكاك بالمعادن أو احتكاك بالأبرون أو الجلود الموجودة في مراحل الغزل. إما البوليستر بيحتك بأسطح المعادن أو الجلود، بيتولد كهربية استاتيكية عالية بتسبب مشكلتين: مشكلة في الجودة، لأن الألياف اللي هي المتشابهة، الموجب مع الموجب اللي هي بتحمل شحنات متشابهة بتتنافر، فبتؤدي إلى حدوث تطاير كبير جدا للشعيرات القصيرة من البوليستر. فأنت بتخش صالة البوليستر لو مش معالج كهربية استاتيكية بتلاقي عفرة كتيرة جدا، بتلاقي الصالة متعفرة. تاني حاجة ودي المهمة، ممكن بتسبب مشاكل كبيرة جدا كالحرائق في مصانع الغزل، لأن الحرائق مثلث الاشتعال عبارة عن يا إما وقود، تاني حاجة أكسجين، وقود وأكسجين، ومصدر اشتعال. المصدر اشتعال في مصانع الغزل هي البوليستر، لأنه محمل بكهربية استاتيكية عالية جدا، لدرجة إن البوليستر اللي هو مش معالج ضد الكهربية الاستاتيكية، لو العامل بس لمس المكنة أو لمس الشاشة بتاع الكمبيوتر بتلاقي جسمه بيرتعش نتيجة وجود كهربية استاتيكية بفولت عالي. انت لو وصلت الفولت ده اللمبة لو وصلته بلمبة ممكن تقيد، لأن بيتولد جهد كهربي عالي جدا. يبقى قلنا الخطر الحريق عبارة عن مثلث مكون من 3 أضلاع: أكسجين، وده موجود في صالة الغاز خاصة في شفط وفي ترطيب، فالحاجات دي بتسبب اشتعال. مصدر اشتعال قلنا الكهرباء، قلنا البوليستر. تالت حاجة اللي هو الوقود، الشعيرات المتطايرة دي، او دي برضو بتحمل كهربية استاتيكية عالية. لو اي مصدر، لو اي عامل او اي حرارة عالية ممكن تؤدي لا قدر الله الى مشاكل في مصانع الغزل. طيب، المصانع العادية بتعمل ايه؟ اول حاجة، اما بلات البوليستر بتيجي يجب رشها بزيوت ضد الكهربية الاستاتيكية، بتفرغ الكهربية الاستاتيكية من بلات البوليستر. والزيوت ديت يعني من الآخر هي عبارة عن يعني فوسفات ده بيترش. العامل الطريقة اليدوية، العامل بيحمل موتور يدوي شبه المواتير اللي هي موجودة في الغيطان والحقول اللي احنا بنشوفها كلنا واحنا مسافرين. تجد الفلاح شايل اللي هو اليدوي، مش الموتور اللي هو العادي، لا، اللي هو الرش اليدوي بيحمله العامل وبيرش على ايه؟ البلات في الاول خالص قبل خط التفتيح والتنظيف. وده بيبقى تركيز معين وبنضيف عليه مي، والميه بتبقى سخنه لان الزيت ما بيذوبش في الميه العاديه. واحيانا بيضيفوا بعض المذيبات اللي هي بتجعل الزيت بيدوب في الميه. فالكهربية الاستاتيكية ده موضوع مهم جدا في مصانع الغزل، غزل البوليستر. الناس اللي هي عايزة تشغل بوليستر 100% 30/1 أو حتى الدي تي واي، لازما موضوع إن البوليستر معالج ضد الكهربية الاستاتيكية. حتى
لو أنت مستورده من الصين مثلا بلاب بوليستر، والمورد أو المصدر قال لك إنه معالج ضد الكهربية الاستاتيكية، لازما حضرتك كصاحب مصنع أو مهندس تضيف برضك بعض الزيوت على البلات، لأن طبعا نتيجة الحرارة ونتيجة السفر ونتيجة التخزين ده برضك بيقل المعالجة اللي هي جاية أصلا من المورد. فموضوع الكهربية الاستاتيكية ده موضوع مهم جدا في مصانع الغزل. ده كان موضوعنا اللي هي الكهربية الاستاتيكية في مصانع الغزل. وإن البوليستر أصلا انت فاكر زمان في درس العلوم اما كنت بتحك مثلا القلم بشعرك او باي حاجة فيها بوليستر عالي، بتجد انه بيجذب الورق، فده نتيجة انه وجود فيه جهد كهربي عالي. فده كانت الزتونة بتاعت النهاردة، الكهربية الاستاتيكية في مصانع الغزل. عايز بقى اقول حاجة مهمة جدا، ان اسعار الغزول بره انخفضت جامد. يعني القطن مثلا ال30 الممشط الكومباكت دي اكتر نمرة العالم كله بيستخدمها. يعني الصين بتستخدم 32 على واحد ممشط كومباكت، لا احنا هنخليها 30 على واحد. العالم كله بيستهلك 30 على واحد. كان الاول 82 92 3 23 33 43 3 ونص، $3.50. النهارده راح جاي نازل إلى 23 و3.25، نزل 25 سنت خلال يوم بحاله. هل هيرجع تاني القطن ينزل عن $3؟ ده اللي هنشوفه في الأيام الجاية. والبوليستر اللي البرميل البترول نزل عن $90، كان وصل ل110 115 و120، لا نزل عن $100. تابعونا عشان تعرفوا الجديد في الغزل والنسيج. واللي محتاج أي غزول في أي بلد عربي في أي ميناء تحت أمره. اللي عايز ينشئ مصانع غزل في أي مكان معانا استشاريين نقدر نساعده، نقدر نعمل جودة، نقدر نعمل دراسة جدوى، نقدر نعمل دراسة جدوى ممتازة لإنشاء مصانع الغزل. تحياتي مهندس محمد كمال معتمد. يجعل أيامكم كلها سعيدة يا رب، وكل سنة وحضراتكم طيبين. شكرا من مصر الحبيبة إلى أحبابي كلهم في العالم وفي الدول العربية. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.